السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم على أكلة بمشروب. كل ما أقدم الأكلة ده بالمشروب ده للفراخ ما شاء الله على إنتاج البيض، وفي نفس الوقت بتوفر في موضوع أكل الطيور. يعني لو انت ما عندكيش علف كفاية أو عاملة خلطة بس ما عندكيش الخلطة كفاية لأكل الطيور، الأكلة دي دايما أنا ملتزمة بيها، يمكن مرة ولا مرتين في الأسبوع، وما شاء الله بتدي إنتاج للبيض حلو، وخاصة المشروب اللي احنا بنعمله مع الأكلة دي حاجة موفرة وما شاء الله هتديكي إنتاج بيض تفرح بيه بإذن الرحمن. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الحاجات دايما المتوفرة في أي بيت عندنا وبتنفع أول الطيور، هي موضوع لو انت عندك شوية بطاطس قشرتيهم في العشاء في الفطار، وعندك قشر البطاطس احنا بنرميه في الزبالة، لا، القشر ده فيه فايدة للطيور عندك، وبيغني عندك عن العلف. يعني انت ممكن توفري في العلف عن طريق قشر البطاطس ده. ما عندناش قشر بطاطس، عندك شوية بطاطا جبتيهم من السوق، بيبقى البطاطا دلوقتي موسم البطاطا ما شاء الله، فسعرها بيبقى رخيص وما شاء الله تديكي كمية حلوة. وساعات كمان في ناس بتشتري الشروات اللي من السوق ده، اخر السوق بتبقى في حاجات مكسرة بتاخدها برخص التراب. في ناس بتجيب كده بالشوالة ولا بنص شوالة تحطه، ده بيبقى مخصوص للطيور، تبشر من البطاطا دي وتحطه للطيور، او تسلق بس ما بتسلقهاش على الاخر وتقطعها وتحطها للطيور. دي من الحاجات القوية في تغذية الفراخ عندك، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي هتوفر معاكي في اكل الطيور. يعني هتوفري كده نص كمية الاكل اللي بتحطيه يوميا للطيور، نص كمية خلطة العلف اللي بتحطيها او الخلطة عموما. احنا في خلطات كتير على القناة للعلف البياض، في القناة قلبوا هتلاقوا من الخلطات برضو موفرة واقتصادية، وليها كذا مكون، رد على كلفة حمام، على علف 21، على عيش مكسر. يعني خلطة حلوة كده بتديكي كمية وفي نفس الوقت بتوفر عليكي في تمن العلف. طيب عاوزة توفري كمان في الخلطة دي، اعملي الأكلة دي اللي أنا بقول عليها. تمام، هتجيبي قشر البطاطس وتحطيه يتسلق على النار، بس مش هتحطيه يتسلق كده، هتحط معاه جواه مشروب بقى. ايه المشروب ده؟ انت بعد ما تحط المية على النار هتحط فيها شوية حاجات كده هتديكي الحاجات اللي هتحفز معاكي انتاج البيض، او اللي هتساعد على ان انت كل ما تعملي المشروب ده للفراخ بالاكلة دي هتلاقي زيادة في انتاج البيض، وفي نفس الوقت استمرارية في انتاج البيض. يعني انت لو استمريت بجد، انا من الحاجات اللي مستمر عليها الحاجة دي فعلا بتدي ما شاء الله، بلاحظ كل ما بدي من الحاجة دي اللي عندي انتاج البيض بيبقى حلو. هتحط قشور البطاطس، هتحط البطاطا المكسرة، هتحط المهم الموجود عندك بطاطس، هتحط معاها شوية الأعشاب اللي هنقول عليها دي مهمين جدا، وهم اللي هيزودوا معاكي إنتاج البيض بإذن الرحمن. حاجتين مهمين وحاجتين تاني، بس الحاجتين الأولين أهم يعني حاجتين: حلبة حصى وشيح، الاتنين مع بعض، حلبة وشيح. شيح من الحاجات لو في أي حاجة في معدة الطائر في ديدان بتقضي عليها. انت تعرفوا لو الطائر فيه في معدته ديدان مش هتشوفي انتاج البيض غير قليل. ليه؟ اي غذاء موجود في معدة الطائر، اي غذاء اكله الفرخة عندك النهاردة هو رايح للديدان، الديدان هي اللي استفادت بيه، ما راحش في طريق انتاج البيض، لان ما فيش حاجة راحة لطريق انتاج البيض خلاص. فحطوا الشيح. طيب هل ينفع احط الشيح لوحده؟ لازم يبقى معاه حلبة حصى عشان يعادل الموضوع ويديني الفيتامينات بقى، ويديني الهرمونات الحلال اللي بتزود انتاج البيض. انتوا عارفين الحلبة الحصى فيها كمية فيتامينات وعناصر بتحفز تشكيل عنقود البيض وزيادة البيض، وفي نفس الوقت طبعا فيها نسبة بتدي غذاء للفرخة وصحة يعني هتلاقي ما شاء الله عندك الفراخ. تاني مكونين برضو مكونين مهمين جدا، وخاصة حبة البركة. حبة البركة بتزود نسبة البروتين في الأكل للطيور، فبالتالي طبعا هيزيد إنتاج البيض، لأن البروتين جزء منه بيشكل منه البيضة. فالحبة البركة طبعا بتزود إنتاج البيض. غير كده هي صيدلية متكاملة، بترفع مناعة الطيور عندك، بتقوي الطيور، بتلاقيها ما شاء الله الطيور منعنشة كده وفايقة، ومفيش حاجة كده نايمة ولا حاجة، تلاقيها صحتها على قدها، لا ما شاء الله.
فمن الحاجات المهمة اللي انت تحطيها. غير بقى معلقة الكركم. طبعا كلنا عارفين اي حد بيربي طيور لازم الكركم يكون موجود على السطح. اي طيور تسمين، طيور بتبيض، اي طيور عندك عاوزة تحافظي على صحتها ومناعتها، وتحافظي على انتاج البيض عندها، وتحافظي لو عندك فراخ بتسمنيها على صحتها ويزيد وزنها، حطي لازم الكركم في الاكل. اي اكل بقى، في المية، في العلف، في اي حاجة بتحطيها للطيور. الاربع مكونات دول حطوهم على المية اللي بتغلي، نغلي فيها البطاطس عشان نسلقها نص سلقة. بس شرط اساسي بعد ما تحطي ده، تحطي معلقة ملح، لان الملح من الحاجات اللي بتعادل الاملاح المعدنية. نفترض انا مش بجيب املاح معدنية للطيور عندي، معانا المفروض نجيب لهم كل فترة يعني، نحط معلقة الملح دي بتعادل الاملاح المعدنية، هتغنيكي شوية عن الاملاح المعدنية. لازم بعد ده كله نقلبه بمعلقة. غطي الاناء كويس. ما ينفعش تعملي الطريقة دي وتقول انا سايبة الاناء مفتوح كده. كل الزيوت الطيارة اللي موجودة في حبة البركة، اللي موجودة في الكركم، اللي موجودة في الشيح، اللي موجودة في الحلبة الحصى كلها طارت. يعني نص الفايدة ويمكن اكتر، متهيألي والله اعلم، هي طارت كده. احنا عاوزين الزيوت الطيارة المفيدة اللي موجودة في الاعشاب دي، فلازم تغطيه باناء. تمام. هيغلى غلوتين لغايه ما تحسي ان البطاطس سلقت نص سلقه. حاولي يعني ما تشيليش الغطا عشان يفضل الزيوت الطياره موجوده. اطفيها بقى وسيبيها لغايه ما تهدى خالص. ما تعرهاش دلوقتي او ما تشيليش الغطا دلوقتي، لان انت لو شلت الغطا دلوقتي كل الزيوت الطياره هتطير منك. سيبيها لغايه ما تبرد خالص تماما، وبعد كده خديها للطيور. هتعمل حاجتين: لا اما تصفي الميه دي تحطيها في ميه الشرب، لا اما انا بصراحه بستسهل ما بصفيش الميه ولا حاجه، انا بضيف شويه علف تاني من الخلطه الاقتصاديه اللي انا عاملاها للفراخ البياضه، بحطها واقلبها بحيث تتفرول مع البطاطس مع ميه الاعشاب اللي احنا عاملينها، واحط للطيور تاكل منها. ما شاء الله هتبقى فايده رهيبه. في ناس هتصفي الميه وتحطها في ميه السقوه بتاعه الفراخ، وباقي الحاجه تحط بقى، تضيف شويه عيش، شويه خلطه اقتصاديه للعلف اللي احنا بنعملها للفراخ البيضاء، وتقلب كويس وتحط الفراخ تاكل منها. ما شاء الله الفراخ بتحب الاكله دي خالص، وانا بحبها لانها ما شاء الله بتديني انتاج بيض يعني حلو. فان شاء الله جربوا الوصفه دي بجد، ان شاء الله تدعونا. لو انتم معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، وتشيروا لاصحابكم او لقرايبكم اللي بيحبوا تربيه الطيور، وجربوا الاكله دي. على ضمانتي باذن الرحمن هتتبسطوا منها، وهتشوفوا وهتصمموا تعملوها مره واتنين في الاسبوع، لانها فعلا هتحافظ على انتاج البيض عندك وزياده انتاج البيض. يعني من الحاجات فعلا اللي انا شفتها كانت حاجه بسيطه، بس فعلا بتزود انتاج البيض. وحاجات يعني بنرميها، لا هتكلفنا ولا هتشتري حاجه من بره، كله موجود عندنا في البيت. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.